السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اليوم معايا. اليوم إن شاء الله جدتكم بوصفة من أروع ما يكون بحبة بيض وكاس تاع السميد تنوضي توجديها يحسبوها قلب اللوز. هاد الوصفة تقطع لك كمية كبيرة ما شاء الله وتجيك مشربة، تجيك ما شاء الله، يعني وصفة تستحق التجربة حقا. ما تنسونيش غير بهذاك القلب اخواتاتي، يعني حطي لي جيم اسفل الفيديو وما تنسيش تعليق شباب كيما نتيا، واي وصفات خاصتكم حطوا لي في التعليقات باذن الله. الوصفة اللي تكون باكثر اعجاب ان شاء الله نديرها لكم ونشارككم الوصفه على بركه الله. هنا كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه في المول الاسطوري اللي تبغوه كاع، اللي كانت يعني عندها العائله صغيره غادي تقدها، واللي كانت عندها العائله الكبيره ثاني غادي تقسم الكميه على 2 وراح دير بها يعني قطع كبيره ما شاء الله. على بركه الله بسم الله. بلا ما نطول على خواتاتي نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد في التعليقات هكا باش ننالوا الاجر في رحبه. غادي نبدا بالشربات اللي غادي نحتاج فيها كاس تاع السكر وزوج كيسان تاع الماء، وتزيدوا معاها طرونش تاع ليمون. انا هنايا ما كانش عندي الليم، غادي ندير معاها عصير ليمون كان في الكونجيلاتور. حطيت مغرف صغيره. ودائما في الشربات ناكد لكم انكم تحركوها بالفوي كيما هكا، كيما نحركوا الكاس تاع القهوه ولا لاتاي ولا، باش هذاك السكر يذوب لكم فاسيلمون في الماء وما يدير لكم حتى مشاكل. من بعد حطيها فوق النار وخليها تغلي. بعد الغليان حسبي لها 10 دقائق، طفي عليها وخليها تبرد هكا باش تستعمليها وهي بارده. من على جهه غادي نحتاجوا حبه بيض تكون بدرجه حراره الكوزينه، يعني ما تكونش بارده من الفريجيدير، خرجيها بمده ومن بعد خدمي بها. الرشه تاع الملح ما ننسوهاش، ومن بعد نجيب السكر. اليوم غادي نعطيكم المقادير بالملعقه. السكر هنا غادي نحتاجوا 3 مغارف كبار مقبين تاع السكر، يعني يكونوا مهرمين ولا هرميين هكا معمرين غايه. نخلطوا البيض والملح والسكر مليح مليح حتى يتلون لكم لون الخليط ويتبدل عفوا الى هكا اصفر فاتح بهذه الطريقه. من بعد هنا اللي تبغي تخدم بالفوي تخدم، اللي تبغي تخدم بالباتور تخدم، واللي تبغي تخدم بالروبوت تخدم، يعني اللي كان عندك. هنا غادي نجيبوا الزيت، غادي نستعمل 7 مغارف كبار تاع الزيت. راني نعبر لكم بالملعقه الاكل الكبيره العاديه، يعني اللي متواجده في كل بيت. 7 مغارف كبار تاع الزيت مع هذوك 3 مغارف تاع السكر اللي خلطناهم مع الحبه تاع البيض والرشه تاع الملح. من بعد هنايا غادي نخلط الزيت مليح مليح وندخله في قلب الخليط الاول اللي درناه حتى الزيت ما يوليش يبان لي تماما. هذه مرحله مهمه جدا، ما يولي لكش يبان الزيت، غير خلطيه مليح مليح. من بعد هنايا كي تشربت لي هذاك الخلطه ولا الخليط تاعي تشرب لي هذاك الزيت، نروح نجيب الحليب. وهنا لاستيوس تاع اليوم، الحليب تاعنا راه دافي. كي تحطي صبعك تحسي بهذيك النسمه تاع الدفا، ماشي هكا يعني ماشي حامي وماشي بارد، راه دافي. المهم هنا غادي ندو 6 ملاعق كبيره تاع الحليب دافي. علاش دافي؟ وتحسي بهذاك بالدفا تاع الحليب باش يذوب لك السكر غايه، السكر يذوب لك تماما. هنا كي درنا السائل اللي هو الحليب ودافي والدفا، قلت لكم علاش راني نركز على هذه الملاحظه، باش يذوب لنا السكر مليح مليح. وغادي يعطيكم هشاشه في القوام تاع من بعد كي تاكلوا يعني وتستبنوا الديفيرونس في الوصفه تاع اليوم. جبت 2 مغارف كبار تاع نواه كوكو، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهمش، يعني كيما بغيتوا نتوما. تقدروا ديروا كاوكاو مرحي، تقدروا ما تستغنوا عليهم تماما. مع ديك نواه كوكو يا اما ديروا لافاني يا اما انا نبغي الليمون مع نواه كوكو. درت الليم ثاني، جبت ملعقه صغيره تاع عصير الليمون كان مجمد، تقدري تعصري حبيبه تاع ليمون ولا نصف حبه كيما بغيتي نتيا. خلطت كل شيء مع بعضه، ومن بعد رحت جبت كاس تاع السميد متوسط. الكاس اللي تبدو به توزنوا به تكملوا به. الكاس هذا المعروف اللي رانا دايرينه كمعيار ولا كاس معياري للوصفات تاعنا. ومن بعد هنايا زدت 10 غرامات تاع خميره الكاطو اللي هي خميره الحلويات. عندي تاني هنايا ملاحظه اخواتاتي، الكاس تاع السميد ما تحطيش دفعه واحده، حطي غير بشويه بشويه، ديري كاس الا ربع، ومن بعد قعدي تشوفي في الخليط تاعك. عطاش نوعيه السميد تختلف من كل وحده، السميد اللي تخدم به كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. المهم انايا دات لي كاس تاع السميد المتوسط، خلطتها مليح مليح، خليتها 2 دقائق ترتاح. علاش؟ لانها الخليط تاعنا ما فيه فرينه ولا ماناش خادمين بالفرينه، انا خادمين فقط بالسميد. والسميد باش ما يغلبكش ولا باش ما يغركش كيما نقولوا حنايا، غادي تخليها ترتاح باش تعرفي اسكو خاصك ولا ما خاصكش. هنايا خواتاتي خليتها ريحه 2 دقائق، عاود خلطتها وشوف القوام كيفاش يكون، كيما تاع الموسكوتشو، يكون ثقيل شويه ما يكونش خفيف. يكون خفيف ما غاديش تطلع لكم، ولو كانت تقليها بزاف ثاني ما غاديش تطلع لكم. غادي تشوفوا بلي غادي تطلع ما شاء الله غير بحبه تاع بيض. هنايا في السنيوه هذه تاع المول الاسطوري هذا تاعنا تاع 30 على 10 سنتيم، دهنته بالزيت، رشيته بالسميد المتوسط. وهنا عمرت فيه الخليط تاعي، دخلته على كوشه تكون حاميه، فرن مسخن مسبقا.
دخلوه في الفرن وتخلوه في الشباك الوسطاني. من بعد هوديه لاسفل الفرن، شعلي من الفوق باش تعطيك هذه التحميره الموحده. من بعد كي يخرج خليته غير حوالي دقيقه ولا زوج، خليتها غير كيما نقولوا حنايا يشد روحها غير شويه ولا تشد لي روحها شويه هاد البسبوسه. جبت الشربات تاعي اللي كانت، شوفوا كي طيبتها خليتها بردت في البالكون مع راه شويه الريح وكل شيء والبرود، بردت لي يعني ما شاء الله، وراني نسقي بها مباشره. تسقوها وتخلوها تتشرب لكم، يعني غادي تجيكم مشربه قطنيه من اروع ما يكون. خليتها هنا قدامي، جبت هنايا كان عندي شويه كونفيتور تاع المشماش، تقدروا ديروها هاد الخطوه، تقدروا تستغنوا عليها، فقط يعطيها واحد البنه بزاف شابه. هنا غادي ندهنها كيما هكا، تقدروا ديروا شويه تاع عسل تاني من الفوق، وتقدروا تخلوها هكاك، يعني راني نقول لكم في البدائل. هنا غادي نمشي هذاك، شوفوا ما تمشوش بالبانسو، لو كان ديري البانسو غادي يطير لك هذيك القشره الفوقانيه. من بعد هنا التزيين يبقى عندك اختياري كيما عاود نقول لك. هنا غادي ندير انا نواه كوكو اللي كان عندي الحاضر، يعني راني نزوق به. هنا غادي نرشه من الفوق هكا، تبغوا تحمصوه ولا تحمروه تاني في المقلاة يجي بزاف شباب. الناس اللي ما تبغيش الكو تاع نواه كوكو هكا، كانوا عندي هنايا لي بيبيت دو شوكولا حطيتهم بالفوق، تقدروا ديروا لي سوريس كونفي، تقدروا ديروا اي حاجه، خطوط تاع شوكولا، تقدروا يعني تزيين كيما بغيتو كل وحده وباش ما توفر عندها في المنزل تاعها. وشوفوا لي قداش طلعت ما شاء الله، وخلوها تتشرب وتريح وتشرب في غردها، ويعني تبرد في غردها، وتقدموها مع كاساتي، كلوها وتفكروني بالدعاء تاعكم. شوفوا لي خواتاتي ما شاء الله، هنا كي قطعتها 7 قطع كبيره، والقطعه راهي كبيره ما شاء الله، وتقدي تقطعي كل قطعه الى 2 كيما شفتوني درت، تجي ما شاء الله تاني كل مرسوم معتبر. وهنا شوفوا لي التحميره اللي داتها من الجوانب كي درت لها السميد مع هذاك الزيت، وتجيكم مشربه حتى لقلبها، خفيفه والحلاوه تاعها معتدله. جربوها وما تنسونيش بالاعجاب تاعكم. نعاود ناكد لكم اللي وصلت معايا لهذه النقطه، نقول لك اللي جربتها بصحتها وتاكلها بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله تاني ما تنسونيش غير بهذاك الجيم تاعكم والبارطاج للوصفه باش خواتاتنا كاع يستفادوا من الوصفه تاع اليوم. نقولكم استودعكم الرحمن الذي احبكم فيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفات قادمه باذن الله تعالى.